عمرك شفت فريق بيتوقع عليه عقوبة علشان خاطر كان بيخبي الكور داخل الملعب؟ عمرك شفت فريق الإداري في الفريق في الجهاز الفني بيتوقع عليه عقوبة علشان سحب وأمر اللعيبة الصغيرة أو العيال الصغيرة إنها تخبي الكور؟ عمرك شفت فريق بيتوقع عليه عقوبة على عامل الغرف علشان سحب الكور من الملعب وخبى الكور؟ ده بيحصل من الزمالك، ودي نقطة سودة في تاريخ الزمالك، نقطة سودة ان انت الفريق الوحيد اللي هتلاقيك بتتوقع عليك العقوبة بالشكل ده لناس مسؤولة تبع الجهاز الفني، اداري او عامل غرف او الاولاد الصغيرة. نقطة سودة في تاريخ مسؤولين نادي الزمالك ان انت لما بتحب بتكسب بالطريقة دي. وليه الزملكاويه عملوا كده او ليه الزمالك عمل كده؟ لان متربي في عقليه كل شخص زملكاوي، من اصغر مشجع لاكبر مشجع، من اكبر مشجع لاصغر مشجع، من اصغر لاعب لاكبر لاعب، من اصغر عامل لاكبر واحد في الفريق، هتلاقي متربي في عقليته ان انت تكسب بعدم النزاهه، تكسب بطرق غير شرعيه، تكسب باي طريقه. وده مش كلام بقوله، راجع مثلا واحد زي سيف الدين الجزيري بيقع كم مره داخل المباراه علشان يتحايل على الحكم علشان ياخد ضربه جزاء مش صحيحه. راجع احمد سيد زيزو مثلا لما بيقع داخل منطقه الجزاء وبعد كده بيقوم للحكم يشاور ان هو عايز ضربه جزاء. شوف مثلا امام عاشور لما كان بيطالب سامسون تقريبا في مباراه للزمالك وامام بيلعب في الزمالك، اقع يده اقع علشان يتحسب له ضربه جزاء. ارجع مثلا لتصريحات واحد زي اسامه نبيه عن التفويت وانت تعرف ازاي بيربوا جواهم عدم النزاهه في المكسب. ارجع لتصريحات واحد زي فاروق جعفر عن التحكيم والشوبنج وانت تعرف بيربوا ازاي الزمالك يكسب بعدم النزاهه وقت المكسب، ازاي الزمالك يكسب بطرق غير شرعيه. ارجع لتصريحات احمد حسام ميدو ان مرتضى كان بيجيب لهم شيخ تقريبا من المغرب، ولا كان بيجيب لهم شيخ علشان الزمالك يكسب، وانت تعرف انه بيربوا في عقليه كل واحد زملكاوي ازاي تكسب. نقطه سوداء في تاريخ الزمالك ان انت اللعيبه بتاعتك تخبي الكور او العيال الصغيره تخبي الكور، وده يكون بامر من الجهاز الفني والجهاز الاداري، يكون بامر من الناس اللي موجوده على الدكه، من عامل غرف الملابس. ازاي واحد زملكاوي يخبي الكور في ماتش ما بين اهلي وزمالك؟ انا ما بشوفهاش في العالم كله، يعني ما بتحصلش اصلا في غير ممكن واحد من مدرجات ياخد الكوره، لكن حد يخبي الكور. كم مره الاهلي كسب الزمالك وكم مره الاهلي بيبقى كسبان الزمالك 2-1 او 2-0 نهائي القرن وغيره وغيره؟ عمرك شفت الاهلي او حد من مسؤولين الاهلي خلى الزمالك او خلى العيال الصغيره تخبي الكور؟ عمرك شفت حاجه من دي بتحصل في الاهلي؟ ده لان زي ما بيربوا الزملكاويه او بيزرعوا جواهم جو المؤامره الكونيه والاهلي بيكسب الحكام وان الاهلي نادي الدوله وان الزمالك مظلوم وان الزمالك مشاكله كلها ان هو مظلوم ما عندوش اي مشاكل، بيربوا جواهم كمان المكسب باي طريقه، المكسب بطرق فيها عدم النزاهه وطرق فيها طرق غير شرعيه. ده موجود في الزمالك، ده موجود على مدار التاريخ، ده موجود في تصريحاتهم، موجود في المواقف اللي بتحصل. زي ما قلت في البدايه دي نقطه سوداء في تاريخ الزمالك ان انت تكون بتسحب الكور من الملعب من مباراه اهلي وزمالك، ومفروض ان انت كنت افضل وكسبان، ومفروض على كلامك ان انت في افضل مستوى وعندك افضل لعيبه، ومع ذلك كنت خايف بتسحب الكور كلها من الملعب لدرجه ان الاهلي مش لاقي كره واحده يلعب بيها. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، اتمنى من كل واحد بيشوف الفيديو ده لو لسه اول مره بيشوف قناتي تشترك في القناه وتفعل الجرس وتسيب لايك وكومنت للفيديو، ان شاء الله اوصلك كل جديد.